السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. اللهم بارك في أوقاتنا وجهدنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثغرة كروس سايت سكريبتنج أو الإكس اس اس. الثغرة دي من أخطر الثغرات. طب ليه بقى الثغرة دي خطيرة؟ عشان أقدر أسرق الكوكيز. طيب هو يعني ايه بقى الكوكيز ده اصلا؟ خلينا نتكلم بقى في حتة الكوكيز. وليكن مثلا انت داخل تسجل على الفيسبوك. اول مرة دخلت على الفيسبوك هتلاقيه بيقولك هات اليوزر نيم والباسورد، فحضرتك كتبت له اليوزر نيم والباسورد وراح مرجع لك قال لك هتضغط على سيف. بعد ما دخلت وانت ضغطت على سيف اهلا بيك ودخلك على طول. طيب ليه بقى في المرة التانية ما طلبش منك يوزر نيم وباسورد؟ لأن في المرة الأولى هو الكوكيز، والكوكيز ده هو اللي متخزن فيه اليوزر نيم والباسورد. وهنحل لاب ازاي نستغل الطريقة دي بعدين في كروس سايت سكريبتنج. طيب دلوقتي هنفهم يعني ايه كروس سايت سكريبتنج وفي كام نوع منها. في عندنا 3 أنواع، في الريفلكتد والستورد والدوم. في عندنا الريفلكتد وده انت بتعمل لو لقيت في الموقع كروس سايت سكريبتنج ولقيت نوعها ريفلكتنج، دي تعرف تخترق بيها او تعمل اتاك على اشخاص محدودين فقط، ولكن الناس ديت لازم هي اللي تضغط على اللينك بنفسها. طيب الستور ده بقى، الستور ده حاجه بتتخزن جوه الموقع نفسه، وليكن كومنت مثلا او في صوره. دلوقتي الكومنت ده المتصفح او الموقع ده فيه كام شخص بيدخل فيه؟ في وليكن 100 شخص مثلا داخلين على الموقع. دلوقتي اول ما يدخلوا، دلوقتي انت اخترقت ال 100 شخص، عكس الريفلكتد انت بتخترق الشخص اللي بيدخل او بيضغط على اللينك بس. طيب الدوم بقى، الدوم ده مشكله في المتصفح نفسه او في الجافا سكريبت. طيب تعالوا ناخد مثال كده ونحل اول لاب على الريفلكتد عشان نفهم اكتر. طيب دوت اكسس ذا لاب. تمام، هنستنى ثواني لحد ما يفتح معانا. دلوقتي فتح معانا اللاب. في عندنا حاجة اسمها سيرش تاج وفي عندنا بوستات. تعال نشوف البوستات كده فيها ايه، نعرف نضيف كومنتات جوه البوست. طيب تعال نعمل كده هنا ونضيف مثلا وليكن تاج عبده مثلا. انا بحب اضيف التاج ده ليه؟ لان فيه السنجل كوت والدبل كوت وعلامات التاج. طيب وندوس سيرش. طيب هتقولي احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا عملنا اكننا يوزرز عاديين. طيب اول لما ضغطنا سيرش طبع لي عبده. طيب هنا في احتمال كبير ان يوجد reflected XSS. طيب تعال نبحث كده ونشوف له هل عمل انكودنج ولا لا. كنترول اف نضغط عبده مثلا، زي ما انت شايف كده ما عمليش انكودنج. ناخد ده كده كوبي هاته هنا بيست. تمام، ما عمليش انكودنج. دلوقتي اللي انا دخلته هو اللي طبعه لي. طيب دلوقتي لو انا عايز اعمل، او تعالوا نفهم بالظبط. دلوقتي انا عندي انبوت ايكوال وليكن مثلا الانبوت ده الحاجه اللي انا هدخلها له وهي الحاجه اللي هحطها له هنا. تمام، واحنا عملنا خدنا عبده ده كده كوبي وحطيناه تحت هنا. ده بالظبط اللي احنا عملناه وده اللي اترجم فوق. طيب تعالوا نفهم بقى الدنيا. طب دلوقتي انا لو عايز اعمل وليكن عايز اعمل اضيف ميليشيا كود بالجافا سكريبت، هعمل ايه؟ عايز اطلع اليرت. طيب تعالوا نضيف كده الكود ده كده كوبي ونحطه هنا بيست. طيب دلوقتي انا عملت كده، رحت كاتب مثلا وليكن سكريبت وقفلت السكريبت. تمام، وهعمل alert. انا عايزه يطلع لي alert وليكن طلع alert رقم 1. طيب دلوقتي انا عملت ده كده حلو. هناخد ده كده كوبي كله، الانبوت كله كنترول سي
واحطهولي هنا. طيب دلوقتي هو حطهولي هنا، في عملنا كده فتحنا في تاج عندك ال A1 ال H1 مالكش تعديل عليه خالص. تمام، احنا هنا قفلنا ال H1. عشان نطلع بره ال H1 كتبنا كود السكريبت. طيب في عندنا بقى الكود اللي هو القفله بتاع ال H1 عايزين نقفلها، يعني عايزين نشيلها خالص. نعمل ممكن نعمل تعليق كومنت، حط علامه تعجب، وكده انت عملت الكومنت. طيب كده احنا حطينا البايلود ما بين الكومنت وما بين القفله. تمام. طيب تعالوا ناخد ده كده كوبي كله، كنترول سي. تعالوا نرجع لللاب بتاعنا، نحط كده كنترول في. طيب لو انا عملت سيرش ايه اللي هيحصل؟ زي ما انت شايف كده جاب لي اليرت، والرقم 1 اللي احنا حطيناه جوه الاليرت. طيب لو انا اخدت بقى الكود ده كده كله كوبي، كنترول سي، وفتحت مثلا المتصفح الخفي، رحت حاطه هنا وضغطت انتر. اول ما اضغط انتر فتح لي جاب لي الاليرت على طول. طيب دلوقتي نرجع كده تاني لللاب بتاعنا. طيب دلوقتي لو انا عايز اسرق بقى الكوكي هعمل ايه؟ بدل الاليرت دي، بدل الواحد ده تكتب دوكيومنت دوت كوكي ونضغط سيرش. قال لي undefined يمكن عشان ده لاب، انما لو هادي هتلاقيه يطلع لك الكوكي على طول. تمام. طيب تعالى ناخد بقى مثال على الستورد اكس اس. طيب قلنا ان ده من اخطر الانواع، وتقريبا في الباب باونتي بيتحسب كهاي. طيب نستنى ثواني على بال ما يحمل. تمام كده اتحمل معانا. مفيش عندنا حاجه اسمها سيرش، مفيش عندنا انبوت، في عندنا بوستات، وليكن تعالى ندخل على البوست ده. تمام، في اقدر اضيف كومنت. طيب دلوقتي انا عايز اشوف الكومنتات هتتبع ازاي، وليكن هات عبده بتاعتنا، عبده كنترول سي، ودي النيم برضو ايميل، اي ايميل، ودي بوست كومنت. ضغطنا بوست كومنت. عايزين نرجع بقى باك تو لوج نشوف الكومنت بتاعنا. هنلاقي اليوزر نيم طبع عادي والكومنت الطبع. دلوقتي مفيش، ما عمليش انكودنج. طب هو يعني ايه بقى الانكودنج ده؟ الانكودنج اقول لك دلوقتي. يكون بيرب سويت، قول له اعمل لي انكودنج وليكن HTML. زي ما انت شايف كده هو ده الانكودنج بتاع الكلمة دي. طيب تعالوا بقى نضيف السكريبت بتاعنا، وليكن نحطه السكريبت، نقول له داش سكريبت. تمام، وعايزين نطلع alert وليكن 1. طيب عشان نشوف بقى الاليرت او موجود فين الاكس اس اس بالظبط، او تعالوا نعمل نشوف فيو بيج سورس، كنترول يو، ابحث عن عبده في مكانين. وزي ما انت شايف كده اهو هنا عمل لي فلترة للفين لليوزر نيم. تمام، عمل لي انكودنج لليوزر نيم، انما في الكومنت ما عمليش انكودنج، او هو ده الانكودنج اللي انا بتكلم فيه. طيب تعال نرجع، يبقى كده النيم مفهوش alert، ولو احنا كتبنا عايزه يطلع لي نشوف فيه alert ولا لا. تمام، سكريبت alert. طيب دلوقتي اللاب اتحل. طب هو ليه ما طلعليش alert؟ لان الاليرت لازم ادخل على المدونة نفسها. طيب تعال ندخل نرجع كده باك تو بلوج. زي ما انت شايف كده جاب لي alert 1، الرقم اللي هو الواحد اللي انا كنت كاتبه. طب ما جابليش alert 2 ليه؟
لان زي ما احنا قلنا ان في النيم في انكودنج اهو، لما انت شايفها طبعها لي عادي، انما في الكومنت ما طبعهاش. طيب تعال نرجع كده، نرجع للهوم. طيب ناخد ده كده كوبي كنترول سي ونفتح متصفح الخط. تمام. دلوقتي انا لو دخلت على البوست ده مثلا، اول ما ادخل عليه زي ما انت شايف كده جاب لي الاليرت اللي انا بتكلم فيه. دلوقتي اي مستخدم او اي يوزر هيدخل على الكومنتات بتاعه المدونه دي هيطلع له الاليرت، اقدر اسرق منه الكوكيز بتاعته، وده الاخطر لان عدد كبير اكتر هو اللي هيتصاب بيها. طيب حلو، ناخد الدوم بقى، الدوم اكس اس اس. تعالوا نفتحها كده، ناخدها نفتح اكسس ذا لاب. تمام. طيب دلوقتي في عندنا سيرش بلوج. لو كتبنا عبده بتاعتنا دي نضغط سيرش، زي ما انت شايف كده طبعها لي فوق. تمام، وده وارد يكون في اكس اس اس. طيب تعالوا نشوف كده الدنيا جوه الفيو بيج سورس، نضغط كنترول اف عبده نشوف. طيب دلوقتي في عندنا في ال HTML طبعها لي، ولكن عاملها لي انكودنج. طيب عملها لي فين انكودنج؟ ال HTML. طيب تعال نشوف السكريبت كده. في عندنا فانكشن اسمها كوير. طيب تعال نفهم الدنيا مالها ماشيه ازاي. documented right ماشي. طيب احنا لو خدنا كويري والدنيا دي كده خدناها كده كوبي، حلو، ورحنا عملناها كده كده، انا قفلت الجزئيه بتاعته دي كلها. حلو. طيب لو انا بقى عايز اضيف السكريبت بتاعي هضيفه بعده هنا على طول سكريبت، ونقول له داش سكريبت، وعايزين نعمل اليرت وليكن 3. طيب ونضغط انتر. زي ما انت شايف كده جاب لي الاليرت على طول. تعالوا نحل الليفل اللي بعده، دوم اكسسوارز. تمام، اكسس ذا لاب. طيب جاب لي في عندي سيرش ذا بلوك. لو كتبنا عبده سيرش طبعها لي. تمام، تعالوا نشوفها كده في الفيو بيج سورس، كنترول اف. طيب دلوقتي قال لي عبده مش موجود. ازاي بقى مش موجوده؟ طب انا طبعتها. قال لك في عندي هنا فانكشن اسمها كويري. الكويري دي بتاخد من السيرش. طيب تعالوا نشوف السيرش ده اللي هو ايه. انسبكت، دور على الاليمنت اللي اسمه سيرش. هل ده هو السيرش؟ او زي ما هو موجود اسمه سيرش، النيم اسمه سيرش. تمام، هو بيدخلها ككويري. طيب دلوقتي انا لو كتبت السكريبت بتاعي اللي هو الاليرت ده وعملت له سيرش، ايه اللي هيحصل؟ عمل لي فلتره. طيب هو يعني ايه فلتره بقى؟ دلوقتي يعني اول ما الاقي سكريبت راح قال لا انا مش عايز السكريبت دي، السكريبت ده محظور مش عايزك تستخدمه. طيب هل كده خلاص؟ هل الدنيا دي خلاص؟ لا، في عندنا كذا طريقه. ممكن تعمل سكريبت كده SCC، وبعد كده تفتح تاج سكريبت، تقفل التاج تمام، وبعد كده هتقول له alert 1 مثلا، نقول له /script dt. تمام، وناخد ده كده كوبي ونحطه في النص. طيب دلوقتي انت عملت ايه؟
دلوقتي هو بيشيل سكريبت. طيب هو اول ما يشيل سكريبت هيروح حذف سكريبت دي اللي على بعضها. طيب كنترول زد، ادي كده كوبي، كنترول سي. طيب دلوقتي هو بيشيل سكريبت. طيب هو اول ما يشوف سكريبت هيروح شايل دي كده على بعضها، راحت رجعت سكريبت تاني، هيروح شايل دي برضو كده، راحت رجعت سكريبت، وكده البيلود بتاعنا شغال. طيب احنا لو نفذنا، تعال ننفذه كده بقى، هنشوف هل هيشتغل ولا لأ. سيرش. طيب متنفذش، شال لي سكريبت خالص. طيب تعال نجرب بيلود تاني خالص. اكتب svg / onload equal alert ضيف واحد. ده بيلود تاني برضو ممكن نستخدمه. وفي بيلود image source، نكتب بيلود ده كده. في بيلود image source x on error هو equal alert مثلا. في كام بيلود كمان كده onload الحاجات دي بقى. طيب تعالوا نجرب البيلود بتاعنا ده ونشوف كده. شفت اول ما عملناها راح طبعها لي على طول. طيب تمام كده زي ما احنا شفناها كده اللاب اتحل. طيب تعالوا نحل لاب كمان، اخر لاب. الكويري هير حين لا احد يراني ربنا دوما معي حسبي الله. هنا عندنا submit feedback ماشي، في عندنا زبط. طيب تعال نعمل له submit feedback ونضيف مثلا في النيم script alert، او خلينا زي ما احنا كنا ماشيين في الاول عبده ترسي زي subject عبده. تمام submit feedback. طيب هو كده عمل لي feedback. تعالوا نشوف بقى في الفيو بيج سورس، كنترول اف، شوف ما طبعهاليش. طيب feedback return device. طيب تعالوا نرجع كده ونشوف. في عندنا هنا return base. اول ما تلاقي في حاجه اسمها return او حاجه بترجعك لمسار تاني، هتكتب على طول جافا سكريبت، تحط له نقطتين document دوت كوكس، اضغط انتر او alert document دوت كوكس. طيب زي ما انت شايف كده اتحل على طول اللاب.